الوداد رجاء، مباراة قمة. طبعا كنتكلموا على القاطرة ديال كرة القدم، الوداد ضد الرجاء، ظرفية أخرى، وأكيد أنه أحداث متغيرة. مباراة أكيد اللي كيغيب عليها اليوم هو الملح ديال كرة القدم. كنتكلموا على الجمهور، أسباب والمسببات غنرجعوا لها من بعد، ولكن غنتكلموا على شكون غيربح شكون بالأرقام والمعطيات. اكيد ان الوداد كتمر بمرحله صعبه، كلشي كيعرف الوضع اللي فيه فريق الوداد الرياضي. القصه التدريبيه الاخيره الجماهير ديال الوداد حضرات باش تدعم وتشجع العناصر الوداديه من اجل انها تلعب مباراه العمر، واكيد ان مباراه العمر علاش؟ لان مباراه قمه. غنمشي نتكلم على المباراه بالتفاصيل ديالها، الوضع ديال الوداد واش غيأثر ولا لا على الفريق. تعادل في المباراه الاخيره امام الحسنيه، انهزم امام اولمبيك اسفي، بينما كانت الانطلاقه فوز على يوسفية برشيد. نتائج متذبذبه مع البنزرتي، ولكن هذه المباراه حاسمه بالنسبه للوداد، والصعب فيها هو انه المخاطب في الوداد ما واضحش. كل يوم اللي كيتكلم مع اللاعبين اين ومتى وكيف، تساؤلات عديده. واش غتاثر على الوداد ولا لا؟ المباراه غتجاوبنا على كل التساؤلات يوم الاربعاء. في ظل هذا الوضع هذا اكيد انها معنويات مرتفعه للاعبين باش ياكدوا الحضور ديالهم ويرجعوا التصالح مع النتائج الايجابيه. الضفه الاخرى او الرجاء الرياضي، الخصم ديال الوداد في هذه المباراه هذه. الرجاء جايب معنويات مرتفعه، نتائج ممتازه جدا، الفريق لحد الساعه ما انهزم ولا مباراه، انتصر في 7 المباريات وتعادل في 6 بدون هزيمه مع زيمبابوي. معنويات مرتفعه، وخاصه النتيجه الاخيره فوز مهم على اتحاد طنجة 6-1 غتخلي ان فريق الرجاء الرياضي حاضر بشكل كبير في هذه المباراه. الرجاء اللي تعود في الظرفيه الاخير انه كيلعب بدون جماهير، وهنا نقطة إيجابية للفريق الأخضر. علاش؟ لأن اللاعبين كتحس بهم محررين. نقطة أخرى أنه حتى على مستوى الهجوم ديال فريق الرجاء أكثر فعالية، وهذا اللي غيخلي أننا غنشوفوا المباراة ديال الديربي بين الوداد والرجاء فيها أهداف، إلا أننا النتيجة صعب جدا تكهنوا بها. علاش؟ لأن في بعض الأحيان الفريق اللي كيكون عنده أزمة يقدر يحقق المبتغى في المباريات الكبرى، ولكن ممكن ايضا الفريق الاخضر انه جاي بنتائج ايجابيه والاستقرار على المستوى الاداري وكذلك التقني يعطيه قدره انه يتفوق في مباراه الديربي. خليوا لنا الراي ديالكم في التعاليق، شكون اللي غيربح شكون، زيمباور ولا البنزرتي؟ تحياتي.